ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل فطاير. فطاير الطاسه، لا فرن ولا تعب ولا اي حاجه، بحشوه فراخ حلوه جدا جدا جدا. الفطاير طريه مستويه حلوه قوي. كنوع من انواع التغيير كده. ان شاء الله هتعجبكم وجربوها. شايفين جميله قوي قوي قوي. تابعوني عشان نشوف المقادير. ده اول حاجه، ده نص كيلو دقيق، عليه كيس خميره، يعني حوالي 4 كوب دقيق كده، عليه كيس خميرة، عليه معلقة ونص سكر، رشة ملح صغيرة. تمام. انا دلوقتي بحط الزيت. حطيت 3 معالق زيت بالظبط كده زي ما انتوا شايفين. يبقى نص كيلو دقيق، كيس خميرة فورية، معلقة ونص سكر كبيرة، 3 معالق زيت ورشة ملح. اخدت معايا بالظبط كوبايتين مية زي ما انتوا شايفين كده. هنعجنها بقى كويس قوي قوي قوي. انا عايزاها في الاخر تكون عجينة بتلزق في الايد، عشان في الاخر تبقى النتيجة ان الفطاير بتاعتي تكون طرية وكويسة. هنعجنها بقى كده كويس زي ما انتوا شايفين. هنفضل نعجن فيها شوية كده. بجد النتيجة بتبقى حلوة قوي قوي قوي، والفطاير فعلا بتبقى طرية وجميلة جدا. زي ما انتوا شايفين كده نعجنها شوية. زي ما انتوا شايفين ان هي بتلزق في ايدي، بتلزق في ايدي شوية كده. مفيش مشكلة، عادي خالص. هنجيب بقى كده معلقة زيت ونقوم حاطينها كده على العجينة. هنسيبها بقى تخمر. اول ما حطيت، لو انتوا تلاحظوا، اول ما حطيت معلقة الزيت بقت طرية كده وبقت متماسكة شوية. سبتها بقى تخمر. دي بقى حشوة الفراخ، ده نص كيلو كده. جايباه متقطع كده زي الشاورما جاهز. البهارات بقى عبارة عن، وهي مختلفة شوية، معلقة زعتر، كركم وبابريكا، وبهارات فراخ وملح وفلفل، وعصرة ليمونة كاملة. يبقى معلقة زعتر صغيرة، كركم وبابريكا، وبهارات فراخ وملح وفلفل. الزعتر بيديلها طعم بجد روعة، يعني بجد بيديلها طعم مختلف، بتبقى حلوة قوي قوي. هنقلبهم بقى كده. والكركم طبعا بيخلي لون الفراخ حلو قوي. هنقلبهم كده في التوابل. يبقى البهارات معلقة زعتر وكركم وملح وفلفل وبابريكا وبهارات فراخ، بس كده. وحطيت عصرة ليمونة كاملة. هنقلبهم بقى كده كويس. وهندخلها بقى التلاجة شوية كده. نجيب بقى في الكبة دي بصلاية كبيرة وفلفلاية خضرة ومكعب مرق دجاج و3 فصوص توم. يبقى بصلاية كبيرة، مكعب مرق دجاج، فلفلاية خضرة، 3 فصوص توم، كلهم كده في الكبة زي ما انتوا شايفين. هنضربهم كويس جدا. تمام. طاسة بقى كده على النار، نحط شوية زيت. هنحط بقى الخلطة اللي احنا ضربناها في الكبة دي. الخلطة دي حلوة قوي قوي قوي، بتدي طعم وريحة للفراخ، بجد بتخليها خطيرة. هنشوحها بقى كده شوية على النار. تمام. انا تبلتها بفلفل فلفل اسود بس، لان هي فيها مكعب مرقة، فما حطيتش ملح كمان. فلفل اسود بس. تمام. تقليبة بقى كده لحد كده ما البصل والفلفل دبل شوية. هنضيف بقى الفراخ.
اه تمام كده. هنقلبهم بقى كلهم مع بعض لحد الفراخ ما تستوي. بجد طعمها جميل، الزعتر بيخلي طعم الفراخ وريحتها بصراحة روعة. الزعتر في الفراخ اصلا بيبقى بيدي طعم جميل جدا. نسيبها بقى شوية كده لحد ما ما تستوي. تمام حلو قوي. جربوا طريقة الفراخ دي، بجد ان شاء الله هتعجبكم وانا متأكدة من ده. هي كده خلاص استوت، بقت تمام. حلوة قوي قوي. الطريقة دي بجد في حشو الفطاير بتبقى جميلة قوي. خلاص كده تمام، هنشيلها بقى من على النار. شايفين العجينة بعد ما خمرت بقت جميلة قوي ما شاء الله. انا سبتها ساعة كده بالظبط. هنحط بقى على الرخامة كده دقيق. لازم دقيق لان العجينة بتلزق شوية، فلازم الدقيق يكون معايا عشان اعرف اتعامل مع العجينة كويس. هنعملها كده على شكل اسطوانة وهنقطعها بقى. هو ما شاء الله النص كيلو دقيق عمل معايا فطاير كتير. هنقطعها بقى كده زي ما انتوا شايفين كده بالسكينة. يعني عملت معايا كمية حلوة جدا. هنلفها بقى كده كور كده صغيرة. تمام زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. لازم الدقيق يكون جنبك لان هي بتلزق، فلازم يكون الدقيق جنبك عشان ما تتضايقيش. تمام حلوة جدا. هنعمل بقى الكمية كلها. دي بقى خدت اول كورة هنفردها كده زي ما انتوا شايفين بالظبط. زي ما انتوا شايفين هي بتتفرد وحلوة جدا لان هي اختمرت وارتاحت والعجينة ناجحة. هنحط بقى الحشوة كده زي ما انتوا شايفين. شايفين الحشوة لونها اصفر جميلة اوي، ده بسبب الكركم. عليها بقى ده ميكس جبن، شيدر على رومي على موتزاريلا. هنقفلها بقى زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. حلو جدا. ده شكل، انا هعمل شكلين. ده شكل حلو اوي، هي زي السندوتش كده. ده شكل تاني. هنفردها كده زي ما انتوا شايفين. الدقيق يبقى على طول لان هي بتلزق قوي، فلازم الدقيق يكون معاه. طالما العجينة بتلزق اعرفي على طول ان العجينة هتكون ناجحة في الاخر واللي هتبقى طرية. هنحط بقى من الفراخ كده وعليها ميكس الجبن، وده اختياري براحتك لو مش حابة خلاص. هنقفلها بقى كده. ده الشكل التاني. نقفلها كويس قوي عشان ما تفتحش وانتي بتحمريها على الطاسة. اقفلها كده زي ما انتوا شايفين بالظبط. اتني الطروف كده لجوه. حلو قوي الشكل ده بصراحة يعني بيبقى جميل كده. تمام خلاص. انا عملت كل بقى الكمية. حطيت شوية زيت مش كتير خالص زي ما انتوا شايفين. والنار وسط مش عالية، لا تبقى وسط كده. لا عالية ولا واطية، لا وسط. هنحطهم بقى كده زي ما انتوا شايفين. ما نقلبهمش خالص الا لما اتاكد ان هي اتحمرت من تحت. تمام اسيبهم شويه كده لحد ما اتاكد ان هي اتحمرت من تحت وابتدي اقلب. خلاص كده نقلب بقى. شايفين ادت لون جميل قوي قوي. التانية برضو اقلبها. اقلبيها بالراحه كده عشان ما تبص منك.
تمام. انا قلبتها اهي، جميله قوي، اللون بجد حلو قوي قوي. ما تبقاش النار عاليه، تبقى النار وسط عشان ما تتحرقش ما تستواش، لا يعني خلي النار وسط. تمام. انا قلبتها تاني، جميله كده، خلاص كده يعتبر استوت يعني ومتحمره ولونها جميل قوي. حلوه جدا. هعمل كل الكميه بالشكل ده. تمام كده. انا هشيلها بقى دلوقتي من على النار. عمل معايا ما شاء الله نص كيلو دقيق، عمل معايا كل الكميه دي. شايفين حلوه ازاي؟ العجينه طريه جدا جدا جدا، مستويه حلوه قوي وسريعه. لا فرن بقى ولا غلبه ولا الكلام ده، لا، على الطاسه على طول، ما بياخدش اي وقت. دي كانت سخنه قوي، ما كنتش عارفه امسكها. شايفين؟ جميله قوي قوي بجد، عجبت كل اللي دقها. جربوها وان شاء الله فعلا هتعجبكم. لو انتي حابه تعملي اي حشوه تانية غير الفراخ، براحتك خالص. بألف هنا ومع